يا مساء الفل على كل اللي بيتفرجوا علينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم حلقه جديده من الدراويش. لجنه التعاقدات هي جمله اتكررت كتير جدا الفتره اللي فاتت. اسماء لعيبه كتيره ظهرت، واسماء لعيبه كتيره جت ومشيت، واسماء لعيبه تم التعاقد معاها وتاني يوم نلاقي في اخبار ان هم راحوا في مكان تاني، وكمان في لعيبه خدت مقدمات وراحت في مكان تاني بعد ما مضت. دي اخطاء ولا دي غلط من اللعيبه ولا ده تجاوز من حد معين؟ احنا مش عارفين. لجنه التعاقدات هم كان اسم بيتكرر طول الوقت. كان في 3 من عشاق الدراويش بيشتغلوا في صمت ومن غير اي شو اعلامي. تم توجيه الانتقادات ليهم بشكل كبير جدا وما كانوش بيردوا، وما كانش في حد بيرد عنهم، لدرجه ان احنا بدانا نشك هو في ايه، الناس دي ليه ما بتردش؟ بس هم فضلوا شغالين من غير ما يطلعوا يتكلموا خالص لغايه مهمتهم انتهت، ولغايه ما ظهر على الشاشه او ظهر على الصوره اكتر من 13 لعيب، اكتر من فرقه كامله اتعاقدوا معاهم تقريبا. هنعرف الرقم بالتحديد. لكن في كل الفتره دي ما طلعوش اتكلموا. دي كانت ميزه ولا عيب؟ احنا هنعرف. الموضوعات الكتير قوي اللي اتقالت عليهم دي كان في نقد كتير قوي بيتوجه. ده كان نقد لمصلحه حد معين ولا مصلحه النادي ولا مصلحه في حد عاوز يجيب لعيب، والناس دي موجوده وشغاله وبتجتهد وبتدور وبتلف في كذا حته من غير ما حد يتكلم عنهم. فده كان مضايق ناس كتير. انتوا عارفين طبعا ان في ناس بتبقى عايزه تدخل في الموضوع يا اما تبوظه. كل الحاجات دي هنعرفها واكتر. النهارده هيكون معانا 3 من فرسان وعشاق النادي الاسماعيلي اللي اشتغلوا في صمت فتره طويله جدا وتحملوا انتقادات كتيره جدا وطلعوا بالتشكيل النهائي او النتيجه النهائيه للاعبين اللي لو مستواهم ظهر بشكل كويس جدا الناس دي هيتكتب حروفها من نور، هتكتب اساميها بحروف من نور على مدار تاريخ الاسماعيلي، لان هم هيبقوا عملوا حاجه كبيره جدا للنادي الاسماعيلي. لو لا قدر الله المستوى بقى مش ظريف هنعرف بقى الناس دي هيبقى ساعتها ليهم علاقه ولا هم كانوا مجتهدين. بينورنا في الاستوديو النهارده اعضاء لجنه التعاقدات السابقه بقى، المفروض ان هم مرحله وانتهت عندهم، هنعرف اكتر ولا لا. بينورني الدكتور محمد جمال. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. والمهندس والاستاذ سمير ناصر. السمير اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. المهندس فادي صمويلي اهلا بيك. اهلا بيك. نورتونا. ويمكن انا في المقدمه حاولت اقول ان انتوا اشتغلتوا في صمت، توجه لكم انتقادات كتيره جدا، ما ردتوش. عايزين نعرف ليه ما ردتوش، عايزين نعرف وصلتوا لايه. النتيجه النهائيه هتنسب ليكم حلوه او وحشه، هي هتنسب ليكم. نتمنى طبعا ان هي تكون حلوه عشان يبقى في جيل جديد من الشباب اللي بيحب النادي الاسماعيلي اللي بدا ينزل ويشوف بعينه. ناس كتير قالت هم ما لهمش في الكوره، لا هم ليهم في التعاقدات، ليهم في التسويق، فبدا يشوف بعينه ويختار لعيبه. اللعيبه دي ان شاء الله هتحقق مستوى كويس. كل الناس متفائله بالاسماء اللي جت كتير قوي، والاسماء اللي جت دي كلها مرتبطه بيكم. فاسمحوا لي دكتور محمد، عايز اعرف في البدايه نتكلم عن تشكيل اللجنه ومين اللي رشحكم للجنه دي. والله هو كان في اول ما بدأ الموضوع كان في قرارات رسميه طلعت من مجلس الاداره. تمام. بتعيين رئيسا للجنه الطبيه، رئيس الاستاذ فادي صمويل للجنه التسويق. وبدأ الامر واحده واحده ان احنا لقينا نفسنا في نفس القرار جاء كابتن خالد بيومي كمستشار لمجلس الاداره وهو المسؤول عن الحته دي. فبدأ كابتن خالد يطلب ان هو يكون في شباب شغاله معاه. واحده واحده لقينا نفسنا داخلين في التيم بقى كابتن خالد، وهو طالب نكون جنبه منه ومعاه في كل التعاقدات وكده. الامور تطورت شويه. كابتن خالد بقى لظروف ما ممكن هنتكلم عنها اكيد. هنتكلم عنها. بس لا يعني اتحطينا احنا بقى في المسؤوليه ومشينا على نفس الخطه اللي هو ولما استقال الكابتن خالد كملتوا انتوا على نفس الخطه اللي هو حاططها. ما كانش ما وقفتوش في نفس التوقيت اللي وقف فيه يعني. ما كانش ينفع نقف يعني. الفتره دي كان كل الناس بتبعد عن النادي، وكان اللي بيقربوا من النادي يعني اي حد ممكن عايز ينتفع من النادي، فاحنا ما كانش ينفع نقف. فيا رب بس نكون وفقنا في المسؤوليه اللي احنا كنا فيها. هنتكلم اكتر بالتفاصيل. لكن استاذ سمير، البعض اتهم اعضاء لجنه التعاقدات ان هي لجنه لا تمتلك الخبره الفنيه الكافيه، لان هم قالوا باختصار هم مش لعيبه كوره. هم ليه بيختاروا لعيبه او على اي اساس بيختاروا لعيبه؟ ردك هيكون ايه؟ لا، موضوع التعاقدات بسم الله الرحمن الرحيم. اولا موضوع التعاقدات مش مرتبط بقصه انا لعبت كوره قبل كده ولا لا. الموضوع مرتبط قدر اكبر بموضوع الموهبه والتنظيم. بمعنى ان احنا هناخد فور اكزامبل مثلا عادل القيعي، اكبر مدير تسويق او اكبر مدير تعاقدات في مصر يعني، او الاشهر. رغم اللي ما لعبش كوره. ايطاليا 94 كان اريجو ساكي المدير الفني لايطاليا، عمره ما لعب كوره. كارلوس البرتو فييرا اللي اخذ كاس عالم 94 بالبرازيل ما لعبش كوره. جوزيه برينيو برضه يعني اشهر مدرب في العالم دلوقتي كان لاعب كوره فاشل. الموضوع مش مقياس ولا معيار فنيا ملوش علاقه بان انا بلعب ولا لا. بالاضافه انت بتتكلم في تجارب متراكمه يعني. دار السنين اللي فاتت انت بتتكلم في ملفات الكوره مع بتوع الكوره يعني. فاحنا شايفين من وجهه نظرنا الشخصيه احنا بقى لنا 12 سنه رانك الفريق والليفل في انهيار تام. في النادي الاسماعيلي بيمر باسوا ظروفه وفتراته، مش مجرد الابتعاد عن المنصات التتويج او الابتعاد كمان عن المراكز المحببه بالنسبه للنادي. لا، ده انت كمان النهارده بتقابل صعوبات جامه في اسم النادي نفسه اللي بيستغل بصوره سيئه جدا، واسم النادي نفسه اللي انهار
على المستوى العربي والافريقي والمحلي. كنت لسه هقول لك ان الاول كان اي حد بيتمنى يلعب في النادي الاسماعيلي، دلوقتي لما بيسمعوا النادي الاسماعيلي بيكلموا هو الفلوس اخبارها ايه، هو انا هاخد لا الماده دلوقتي في المقام الاول يعني دي حاجه، بالاضافه كمان لحاجه، انت النادي الاسماعيلي الاول كنت بتدي امتيازات اضافيه حتى لو بعيدا عن عنصر الماده، ان هو جاي بالنسبه له النادي الاسماعيلي نادي كبير بمرحله معينه بيوصل لمرحله احتراف بعد كده، وكل الكلام ده بالنسبه له كويس، النادي الاسماعيلي بيحقق استفاده منه فتره محدده، دي كانت سنه الحياه عندنا يعني. تمام. لكن الموضوع اختلف جذريا خلال ال 10 سنوات الاخيره او 12 سنه تحديدا، من اخر فاينل اللي احنا خسرناه كان في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه 2003 و2004. النادي الاسماعيلي قابله صعوبات كبيره جدا، وبدا الليفل بتاع الفريق ينهار بشكل كبير جدا، اسم النادي نفسه ابتدى ينهار، فواجهتنا صعوبات كبيره جدا، فاحنا حتى شفناها بطريقه ملموسه مع اللاعب، يعني لما تيجي لاي لاعب تتكلم معاه دلوقتي بالنسبه له هو في مخيلته النادي الاسماعيلي زيه زي اي نادي موجود، ودي كارثه كبيره بالنسبه له. يعني مش عايز اقول لحضرتك ان في تعاقدات احنا وقفناها اصعب احنا وصل بينا الموضوع ان جماهيريا الناس تخيلت ان في موضوع وقف بسبب المقابل المادي او مغالاه اللاعب او كده، لا احنا في مواضيع يا جماعه وقفت بسبب عدم تقدير اللاعب اللي جاي لاسم قيمه النادي الاسماعيلي، لازم نرسخ يعني. لازم نرسخ دي في اي لاعب جاي، وقبل ما نبدا نتكلم معاه انت جاي النادي الاسماعيلي، هو في ناس مش مدركه الحجم. صحيح فانتوا في صفقات وقفت عشان كده بس. يعني مش عايز اقول لك ان احنا 80% من الصفقات اللي وقفت احنا جينا في مرحله محدده وقفنا فيها، لان فوجئنا ان الطرف الثاني او اللاعب مش مقدر اسم قيمه النادي الاسماعيلي، ناهيك كمان عن تعاملات برضو انديه لما تيجي تعمل بالتفاصيل دي لان الناس محتاجه تعرفها. بس مش مهندس فادي، يعني دكتور محمد اتكلم عن التعاون بتاع كابتن خالد بيومي لما بدا يقول انا عايز شباب معايا، وانتوا كنتوا موجودين في الصوره وبقيتوا في المركب، ويمكن انا كان في حلقه سابقه مع المهندس حسين ابو سعود عضو مجلس الاداره قال لي ان الناس دي مره واحده لقت نفسها زي ما يكون في وسط البحر وما ينفعش يرجعوا ولازم يكملوا، فكملوا على خير والحمد لله ربنا وفق في كل اللي حصل. ايه السبب ان الكابتن خالد بيومي استقال بحكم ان انتوا كنتوا موجودين معاه طول الوقت؟ فعلا تدخلات ولا فعلا انشغالات ولا ايه اللي حصل؟ هو الموضوع مش كده، هو الموضوع ان كابتن خالد بيومي كان عنده تصور كان في دماغه بلان عايز ينفذها. البلان دي ما تتحققش في يوم ولا 2 ولا في شهر ولا في خلال فتره انتقالات واحده. كان هو عايز في دماغه تصور معين عايز يحققه، التصور ده كان هياخد فتره طويله. تمام. الدنيا هنا في مصر مش ماشيه اللي هو بنظام انسف حمامك القديم، ما بيجيش مره واحده. هنا الناس عايزه تمشي الدنيا فيزز، مراحل، المرحله الاولانيه هعمل كذا، المرحله الثانيه هعمل كذا. ده احسن ولا ان انا انسف وابني من اول وجديد احسن؟ والله هي كل حاجه بتمشي على حسب الوضع اللي انت ماشي فيه، يعني ما اقدرش احط رول معينه تمشي على الكل. لكن في الوضع الحالي كان كابتن خالد بيومي كان عايز ينسف الموضوع كله ويمشي بنظام بروفيشنال جدا. بس على مدى بعيد شويه. هو كان في شورت تيرم وفي لونج، يعني في على المدار القريب هيعمل حاجه وعلى المدار البعيد يعمل حاجه. تمام. الوضع ده ما كانش مرن قوي ان هو يمشي في الوضع الحالي. فكابتن خالد بيومي تفهمها ان الموضوع انا مش هقدر ابني اللي انا جاي علشانه، ومش هقدر انفذ التصور بتاعي في المرحله اللي انا جاي فيها الفتره القصيره دي. فهو شايف ان هو في الوقت ده ممكن يكون ان ده ما يبقاش نجاح ليه، فهو فضل ان هو قرر ينصح يستقيل. لكن يعني انت كده وضحتها ان البلان اللي كانت محطوطه هتبقى محطوطه على لونج تيرم اكتر من انه شورت تيرم. لو شورت تيرم هي هتتنفذ وهتبان، لكن لونج تيرم هي هتقعد فتره، فلو ما بانتش ممكن يكون شايف ان الناس مستعجله او شايف ان في تقييد، فانا اللي انا عايزه اعمله مش هيبقى موجود بالشكل اللي يرضيني فانسحبت. بالظبط. مش بقى تدخلات في اختيار لاعبين، مش هو بيقول حاجه ومجلس الاداره بيعارض او الكلام اللي طلع يوميها ده. لا هو بلا شك طبعا الموضوع ما مشيش سموث، اللي انا بقول حاجه الثاني بيقول اوكي وخلاص. لا كان في طبعا في اختلاف في وجهات النظر، وده طبيعي، ما فيش حد بيبقى ماشي ان انا هقول الثاني هيقول معايا، لا في اختلاف في وجهات نظر وفي نقاش وفي كل الكلام ده. لكن اللي انا عايز اقوله ان كان كابتن خالد بيومي كان شايف ان في بلان المفروض تتحقق في ليميت معين. البلان دي ما كانتش هتتحقق بالشكل اللي كان هيمشي فيه، فهو كان شايف اني بدل ما انا افضل في الجزئيه دي ويتقال عليا ان انا فشلت في المرحله دي، كابتن خالد بيومي فضل ان هو يقول اعذروني انا مش هقدر اكمل، لانه شايف ان اسمه وتاريخه يعني ممكن يتعرض لهزه لو هو ما قدرش يحقق التخيل اللي هو كان جاي علشان. يعني كده حضرتك وضحت الصوره تماما علشان بس الناس تبقى فاهمه الموضوع اوله فين واخره فين. طب الاداره ليكوا سواء مادي سواء معنوي كان في دفعه، كانوا واقفين وراكوا، كانوا بيطلعوا يردوا، في كلام كتير هنتكلم عنه حصل عليكم تحديدا. اكيد كل حاجه كنا بنعملها كان بتعاون بمجلس اداره وكان على علم من مجلس الاداره. ايا كان متمثل في مين، سواء الحاج محمد ابو سعود سواء الاستاذ حسين ابو سعود باقي اعضاء مجلس الاداره، كان في لينك دايما موجود بيننا وبينهم، ما كناش بنعمل حاجه من نفسنا، لان الماده عنصر الماده عندهم والعنصر المعنوي عندهم. يعني مش هنعمل حاجه من نفسنا او نتعاقد مع لعيب من غير ما هم يقولوا اوكي تمام والجهاز الفني يقول موافقين عليه. فكان في خطوات بنمشي بيها حتى قبل ما نبدا نتفاوض مع لعيب كانوا بيكونوا على علم. طبعا الدعم المادي بصراحه يعني الحاج محمد رئيس النادي
ما تاخرش عن النادي بحاجه، يعني دايما لما كنا نقول له اللعيب ده بكذا او كذا بنحاول دايما، يعني اكننا احنا كمان من الاول بنكون اكننا دافعين فلوس من جيبنا، ننزل مع اللاعب وحاطين سقف للتعاقدات وحاطين سقف للعقود ومده معينه، تفاصيل كتير هنحكي عنها بقى. بس التفاصيل دي انتم مسنودين فيها على مجلس الاداره من مجلس بالاتفاق اداره التام. اتفاق، في خطه ماشيين عليها، خطه اللي هي حاططها كابتن خالد بيومي، العقود بكذا، ولو لعيب درجه تانية عقده كذا، مجلس الاداره عارف الكلام ده كله، في دعم مادي ودعم معنوي واجتماعات دايمه واتصالات دايمه، كنا ماشيين مع بعض ايا كان، حتى لو كان في بعض الناس من المجلس يعني مش حابه ان احنا نكون موجودين، بس المجلس ككل، ودي كانت بتبان في اجتماعات مجلس الاداره، كان دايما اجتماعات مجلس الاداره بيصدقوا على التعاقدات الجديده. تمام. فده واضح التفاهم ده يعني ده في حد ذاته كان بيدينا دعم معنوي، يعني ان احنا على الاقل ماشيين هنكمل، هنحاول نعمل اللي احنا عايزينه واللي احنا ماشيين عليه. الدعم المادي بصراحه يعني على قد امكانياتنا، يعني احنا يعني طول عمر النادي الاسماعيلي ازمته ازمه ماديه، وان شاء الله تتحل الايام الجايه، النادي الاجتماعي بدأوا شغل فيه بادئين شغل الموارد، فبس على قد امكانياتنا وعلى قد ما الحاج كان بيقدر يساعد وفلوس من النادي، يعني الحمد لله مشينا بالتارجت اللي احنا عايزينه الى حد كبير. طبعا كان في صعوبات ماديه كتير قابلتنا، بس الحمد لله يعني على قد اللي احنا عايزينه قدرنا، انا شايف ان احنا راضيين عن اللي احنا عملناه. وفقتوا في ده. طيب استاذ سمير، لو رجعت معاك كده بالوقت سنه ونص، بدايه وجود كابتن صبري المنياوي، عمل فتره اعداد، اختار لعيبه، عمل ماتشات وديه، اتغير، جه مدير فني من غير بقى اسماء، جه 4 5 مديرين فنيين، كل واحد بيجي بعد اختيار لاعبين او بعد تسليم قائمه او بعد انتهاء فتره تعاقدات او فتره انتقالات، كل واحد بيجي يقول لك انا ما اخترتش اللعيبه دي، انا ما اخترتش اللعيبه دي. انتوا حصل تواصل بينكم وبين مستر ريكاردو قبل ما يسافر البرازيل او هو في البرازيل علشان ما يجيش يقول نفس الجمله بتاعت انا ما اخترتش اللعيبه دي؟ ده موضوع هيرجعنا شويه ان احنا بدانا امتى بالظبط. احنا بدانا تحديدا في شهر 4 اللي فات، تمام، مع قرار تكليف كابتن خالد بيومي مدير الشط الرياضي. فافتراضيا برضو احنا زي ما كابتن خالد بيومي انا شايف ان هو خسر عدم تواجده الفتره ديت، النادي الاسماعيلي خسر كتير جدا بعدم تواجد عقليه زي كابتن خالد بيومي. تمام. تم قرار تكليف كابتن خالد بيومي كان بيواجبه برضو تنسيق كامل مع الجهاز الفني الموجود، والراجل لما طلب ان في دايره محدده تبدا تشتغل معاه ويبدا يوزع عليها ادوار، تبدا تنزل تشوف بعينها وتدي ريبورت للراجل على طول، ونبدا نقول له احنا شفنا كذا وقيمنا كذا وده كذا، ابتدى ينسق مع الجهاز الفني الموجود، وابتدى يبقى احنا عنصر الربط ما بين الكابتن خالد بيومي وما بين الجهاز الفني، تمام، بحكم عدم تواجده في الاسماعيليه. تمام. وابتدت العلاقه ما بيننا وبين الجهاز الفني الحمد لله علاقه ثقه كويسه جدا ما بيننا، سواء كابتن كرم او كابتن محمد قبل ما يمشي، كان الكابتن اشرف لسه ما تولىش، لسه كان الكابتن ريكاردو، كان مستر ريكاردو موجود، وابتدينا نشتغل بشكل واضح مع بعض. تمام. ونتكلم في مشاكل النادي، وكان واضح قوي اوجه العجز في الفريق والنقص الكتير ده واضح الموسم اللي فات بالكامل. بدا من الاسبوع الثامن تقريبا او السابع كان واضح جدا ان في كارثه، مراكز كتيره جدا بالظبط فاحنا كنا يعني في وسط يعني في البلان بتاعنا اللي كنا حاطينه كنا موضحين الامور شويه، وقلنا ان سبب انهيار الفريق بشكل يعني بعيدا عن انهيار المستوى الفريق مثلا، كنا منسبين ان 70% من اسباب ابتعاد الاسماعيلي عن منصه التتويج او صعوده للمراكز المتقدمه هو نقص الصفوف، ودي كانت مشكله كبيره يعني قبل انهيار اللاعبين او تراجع مستواهم. لا كانت عندنا مشكله كبيره اسمها نقص الصفوف. ان انا ما عنديش بدايل في كل مركز بالظبط كده. وفي عندك اماكن كنت تشتغل فيها وانت ما عندكش اللاعب الاوريجينال نفسه، يعني تبدا تجيب لعيبه وتوظفها، دي حقيقه. وكان الجهاز الفني واضح برضو، لان ريكاردو حتى مستر ريكاردو الراجل واجهنا بمشاكل كبيره جدا موجوده في الفريق بدري وهو في نص الموسم، وطلب ان الموضوع يتقفل عليه خالص، وحدد معالم الفتره اللي جايه بالنسبه له ومحتاج مين ومش محتاج مين، وبدأنا نشتغل على البلان دوت. لما كابتن خالد بيومي مشي كملنا احنا بحكم ان الملفات خلاص كانت ريدي معانا اساسا، فابتدينا نشتغل خلاص مع الراجل وسلمنا له الملفات برضو بالتنسيق معاه بالكامل. الراجل طلب ان هو يشيل الملفات الافريقيه او الاوروبيه اللي هنبرمها، وطلب ان هو تبقى تحت بصره بشكل كويس قوي، بالاضافه لتحميل الجهاز الفني بالكامل معاه مسؤوليه اللعيبه المصريين، بحكم ان الراجل جاي في اصل الموسم فما كانش متابع ومركز. يعني هو طلب التقييم المبدئي يبقى من الجهاز الفني والتقييم النهائي بالنسبه له هو. انتوا كل خطواتكم كانت بالعرض عليه بالظبط كده، كل حاجه بتحصل عملنا عدد اجتماعات كبير جدا بالعرض عليه بالظبط كده. كان اي خطوه بنعملها اي عدد من اللاعبين كان بيخش، سواء لاعب او اثنين او ثلاثه او كده. حتى كمان الجهاز الفني كان مش من ضمن اختصاصاته احنا بنتكلم معاه في المقابل المادي، لا كنا بنصارحه بالحقائق وبنقول له لو هو طالب لاعب معين مثلا ده ظروفه الماديه قد كذا واحنا ظروفنا الماديه قد كذا، عندنا سقف تعاقدات قد كذا. يعني من البدايه هو طلب مراكز معينه وحطكم في صوره كامله، بس ده كان موضوع مغلق الى حد كبير. بالظبط. اتحركتوا من خلاله لما بقيتوا تقعدوا مع حد او تتفاوضوا مع حد
بيبقى هو على علم تام بالقصه دي. صحيح. طيب فتره لما سافر كنتوا انتوا لسه شغالين ولا كنتوا انتوا خلاص وقفتوا؟ كنا ريدي خلاص، احنا كنا بنكمل ملفاتنا اللي كنا شغالين معاها اساسا، بتكملوا. وجدد ملفات كنا على تواصل معاه، كان آه. كل حاجه تتبعت له على طول، ريبورت على طول شبه اسبوعي على على الميل بتاعه، غير التواصل قبل الهاتف يعني كنا بنتكلم معاه على طول. وكنا بنقول له ان في مشاكل كذا، هو الراجل برده كان بيسال اوقات ليه صفقات كذا ما تمتش، ليه كذا في فلان كان احنا متابع طول قيمناه الوقت. بشكل كويس، طب ايه الحلول بالنسبه له، طب ايه البديل ليه، طب هل البديل الافريقي ولا محلي، كان بيبدا الراجل يتواصل معانا ونحاول نقدم له حلول كويسه جدا. فالراجل الحمد لله يعني كان مقتنع جدا. انا في سؤال جه في بالي دلوقتي يمكن بعيد شويه، بس انا عايز هقوله عشان ااكد على كلام انت بتقوله دلوقتي. للاسباب دي كان لازم ريكاردو يكمل الموسم الجديد؟ لا مش فاهم هي- قصدي؟ لا هي في اسباب اهم من كده بكتير، ايه هي؟ اللي هي الوقوف على مستوى الفريق. بمعنى هو لامس حضرتك كل بتتكلم- حاجة. بالظبط. آه. وقدر الراجل يحدد مواطن الضعف فيه في الفريق، والراجل كان صريح جدا، والراجل كمان لما جه اشتغل على الورق قدام منه كان واضح كويس قوي ان الراجل قريب للفرق اكتر من اي حد يسمع له. فعلا قدر الراجل خلال وقت محدد، رغم ان هو مثلا هنقول تولى المسؤوليه في 2 وهو مثلا ابتدينا نعمل اجتماعات في بداية 4 خلال شهرين الراجل كان ملم بكل شيء جوه الفريق. لما قعدت معاه اول مره حسيت ان هو فجينا بقى خلاص كتير يعني الراجل معاه. كان بعد الاضافه كمان لامور داخليه ما كانش ينفع تطلع الاعلام طبعا. انا اقصد ان كل ده على بعضه كان يخلي سبب مهم جدا ان هو يكمل بالظبط، الموسم الجديد، بالظبط، مش بالظبط بعد ما كده. عمل كل ده وبعد ما بالظبط، لمس لما كل حاجه في الفريق. الوقوف على المستوى اه قبل يعني لما نيجي نتكلم كنتائج، يعني مثلا ريكاردو او كابتن احمد العجوز قبل منه او كابتن احمد وهبه، لما نيجي نتكلم على لونج دي لا ما حققناش حاجه. لكن كل القصه مش موضوع انك حققت حاجه وانت بقيت حاجه، لا الراجل كان محتاج وابتدى يحط اسس محترمه ابتدى يشتغل عليها، ابتدى يحط ايده على مواطن الضعف والقوه في الفريق، وعشان كده كان لازم يكمل. كنا لازم كمان ندعم التجربه ديت، احنا ما عندناش مدير فني بيكمل بالشكل المطلوب، بيكمل تجربته للاخر. اللي عايزين نعملها كمان ان احنا عندنا يبقى مدرب عام طول الوقت مستمر، او لا ابتدى يتطبق. لو تلاحظ ان كابتن اشرف خضر كرم جابر الراجل كمل معانا فتره دلوقتي 3-4. اقصد على عوده كابتن اشرف خضر. طبعا كابتن اشرف طبعا. بالنسبه لحته مستر ريكاردو، هو طبعا احنا وجهه نظرنا ان هو كان لازم يكمل، بس هو كمل بقرار مجلس اداره بانتخابات بتصويت، ما كملش بقرار اجباري. لا دي نقطة مهمة انا جداً. عارف ده، دي احنا نقطة قلنا ده مهمة يمينها، جداً. بس انا اقصد ان انا للاسباب دي تقنيا وفنيا فنياً وعقليا لازم يكمل. لازم الراجل يبقى عقلياً. موجود. تمام تمام. يعني ده اللي انا اقصده. انا هو طبعا كان تصويت وبالتبعيه في 2 استقالوا يوم التصويت، ما اعرفش هو انا اعتراضاً يعني يا فعلاً رايي على الموضوع. يمشي يا ما بقاش موجود، بس هو ده مش موضوعنا دلوقتي. بمناسبه مجلس الاداره معلش عفوا باشمهندس، كان في تدخلات من مجلس الاداره في اسماء لاعبين تحديدا، في صفقات معينه، هاتوا ده ما تجيبوش ده، او في مبالغ ماليه. قول لي بقى بصراحه كده ايه اللي حصل؟ انت جبتني في السؤال الصعب. لا هم قالوا لي، انا عارف كل حاجه بس عايزك انت اللي تقول. لا بص، خلينا نتكلم بواقعيه شويه. اتفضل. احنا النادي الاسماعيلي الموارد بتاعته ضيقه قليله جدا، فاحنا ما نقدرش نتكلم على لعيبه اللي هي الفيرست كلاس. يعني احنا لو نقسم اللعيبه ممكن نقول في لعيب فئات أو درجات. لعيب فئه اولى، لعيب بعيدا عن لعيبه الاهلي والزمالك وسموحه دلوقتي برضه، علشان ما نقدرش نخش على المارد المالي ده. لكن لو نتكلم على اللعيبه اللي هي بعيدا عن الثلاث فرق دول، ففي لعيبه فئه اولى، اللعيبه دي طبعا الانديه كلها حاطه عينها عليها. في لعيبه تانية بروميسنج سنها صغير بس احنا شايفينها ان هي مبشره. وفي لعيبه ثالثه بتبقى يعني اللي هي كانت نجوم في فتره وبدا الكيرف بتاعهم ينزل، وانت دلوقتي بتحاول ان انت عندك نظره ان انت شايف ان اللعيب ده في الفتره اللي الكيرف بتاعه نزل هو ما خدش فرصه او ما لعبش او ايا كان، بس فانت انت بتحاول عندك شايف ان هو ممكن على المدى تحاول تعمل له قدام؟ ريتين زي مثلا هاني سعيد، زي محمد فضل، زي الاسماء دي. أها. فاحنا الريسورسز بتاعتنا محدوده، ما نقدرش نخش في لعيبه الفئه الاولى خالص. واحنا شفنا يعني مثلا نادي زي الزمالك النهارده متعاقد مع لعيبه ب 26 مليون جنيه. الاسماعيلي جايب 13 لعيب بمليون و300 الف جنيه. فخلينا نكون واقعيين، مش عشان الحسد بس. مفيش اي مقارنه بالمره يعني. فالنهارده انا ما اقدرش اروح النهارده اقول لمجلس الاداره زي مثلا لو افترضنا اسم اكس سين ده الاهلي عايزه، الزمالك عايزه، وسموحه عايزاه، النادي بتاعه عايز 5 مليون جنيه، هروح اقول لمجلس الاداره ايه؟ فمبدئيا ما بفكرش بقى انا في لعيبه ما ينفعش تتكلم فيها اصلا. في آه. لعيبه تانية زي مثلا اغلى صفقه جبناها السنه دي كانت صفقه كريم الضو من الجون. آه. اللعيب ده بيلعب في الجونه بقاله سنتين، لعيب بروميسنج جدا، شايفين ان هو لو جه الاسماعيلي هيبقى احسن باك رايت في مصر. تمام. دي وجهه نظرنا. صفقه مكلفه بلا شك، مكلفه بالنسبه للاسماعيلي، يعني مثلا الصفقه دي تكلفت 700,000 جنيه، صفقه مكلفه بالنسبه لنا جدا، احنا رقم كبير جدا بالنسبه للاسماعيلي. للاسماعيلي. لكن مثلا لو هتبص على مين المنافسين بتوعه في الدوري الممتاز، هتتكلم على باسم علي راح للاهلي بما يوازي 2 وشويه مليون جنيه. فما فيش مقارنه بيننا ما بين الانديه الثانيه. فاحنا طبعا كان عندنا ليميت في اللعيبه اللي احنا بنتكلم فيها. فدي نمره واحد. يعني ما بيعتبرش تدخل، بس بيقولوا لكم ما تتعدوش مش الجزئية تعدي، دي عشان بس ما نرجعش نعيد تاني من نفسنا اصلا احنا عارفين ان في لعيبه ممنوع الاقتراب او التصوير منها. طيب قالوا لكم بقى روحوا هاتوا حد بعينه، او قالوا لكم تعاقدوا مع حد بعينه، او ما تهربش مني بس. عايز الصراحه؟ عايز الصراحه. في بعض اعضاء في بعض ناس معينين من مجلس الاداره كانوا بيقترحوا اسماء وبيزكوها، شفتوهم؟ لا. طب
تعرفوا سنهم كام سنه؟ لا. طب انتوا بترشحوهم بناء على ايه؟ فلان المدير الفني بتاع النادي ده قال اللعيب ده 100 100. طب احنا هنجيبه كده من غير ما نشوفه؟ يا عم ده ب 250,000 جنيه ولا ب 300,000 جنيه مش حاجه. طب يا جماعه 250,000 و 300,000 جنيه ده رقم كبير جدا يعني بالنسبه لنا. لا اللعيب ده ممتاز ده بيقول ده فلان بيقول عليه احسن باك رايت في مصر. والرد كان ايه؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. احنا ماشيين بمنهجيه معينه. في لعيب احنا متابعينه بقالنا سنتين، اللعيب ده متشاف، اللعيب ده عارفين مستواه كويس، بنروح نخلص معاه على طول. طب في حد كلمكم من السماسره بقى ولا من الوكلاء بقى ولا من الناس دي؟ يعني انا شاورت على الدكتور محمد ايه بقى؟ موضوع كبير قوي. انا عايز اعرف الموضوع ده. يعني انا سمعنا كلام كده، وكان استاذنا استاذ علاء وحيد قال ان كان في برضه حد مش عارف يشتغل ايه برضه هنا في المهنه بتاعتنا احنا، وله حد قريبه مش عارف فين، وكان في معلق رياضي مش عارف ايه، ناس كده بدون دخول في اسماء وتفاصيل. في ناس ليها مصالح ان لعيبه تتحرك من اماكن للتانيه عشان بس ياخدوا فلوس. بلا شك. انتوا ناس بتجيبوا لعيبه، ده انتوا الهدف بتاع ناس كتير قوي في مصر الفتره اللي فاتت. طبعا. في اسماعيليه. هي ما عايز اعرف. انا خلي دكتور محمد يتكلم في الجزئيه دي، بس انا ليا نقطه محدده بس في الموضوع دوت. ان احنا لاول مره من فتره طويله نبدا الاسماعيلي يشتغل ويحدد هو التارجت بتاعه يبدا يشتغل عليه. يعني محتاج اللاعب الفلاني ابدا اتحرك عليه، ماليش دعوه انت تعرض عليا ايه، انت تعرض عليا زي ما انت عايز تعرض. انا عايز اعرف اللي اتعرف بقى، والتعرض ده كان له علاقه بمصالح ولا كان له علاقه بان انا فعلا بحب النادي واللاعب ده مفيد هو كله بيحب النادي. بس كل واحد بوجهه نظره. يعني انا ممكن بحب النادي بس باذيه غصب عني. قد يكون يعني ما فيش حد عارف الدنيا تمشي ازاي. النادي واستفيد يعني. بس هي مشكله اسماعيليه دلوقتي، مشكله النادي الاسماعيلي من اكبر مشكلاته وسبب جزء كبير من فشل السنه اللي فاتت وكلاء اللعيبه او السماسره سموهم زي ما تسموهم. اسماعيليه كلها بقت وكلاء لعيبه ما شاء الله ما شاء الله. يعني كله بقى يعني هم يعني في اللي اصدقائنا وفي اللي اصحابنا وفي اللي زمايلنا وفي اللي معرفه وفي اللي اتعرفنا عليه، كلهم على عيني وراسي كشخصيات. بس دي مشكله الاسماعيليه دلوقتي. احنا مثلا اللعيب بيتعرض من 4 أو 5 وكلاء لعيبه، من 4 أو 5 نفس 4 أو 5. ولو جبته بطريقتك يقول لك يعني لو جبته انت من غير وكيل خالص او حتى بوكيله الرسمي اللي هو بيجي معاه. يعني احنا ما بنقولش اللعيب تعالى بالوكيل كذا، لا هو بقى ليه وكيل رسمي. تمام اللي يجي معاه. هم ال4 التانيين دول المتطوعين يعني، مش هو المفروض رسميا ان انا بمضي لواحد هو اللي بيتحرك دلوقتي مثلا فلان ده فري، فخلاص بقى ده هيكلمه وانا هجيبك الاسماعيلي بقى في 4. انا عندي ده وكل واحد بقى بيحط الرقم اللي هو عايزه. وطبعا اللعيب لما يلاقي 4 وكلاء حلو، ده هيجيب لي 600، التاني هيجيب لي 700 اللي هيجيب لي اعلى معاه. تمام. فتيجي بقى تخلص لعيب بثمن قليل جدا او بثمن اللي انت عايزه اللي انت حاطه ليك مع وكيل تاني، تلاقي واحد منهم بقى يقول لك ما انا هعرضه لك وما اتكلمتش عشان بحب النادي. طب ما في 4 غيرك عارضين، انت وحش، انت كده انت ليه؟ فالمواضيع لا السنه وكلاء اللعيبه السنتين الاخر في اسماعيليه لا عاملين مشكله جامده يعني. وانتوا كنت هدف بالنسبه لهم. هدف. احنا بنلاقي ناس بقى والله في جمهور وكيل لعيبه، يعني في ناس من الجماهير ما نعرفهاش وكلاء لعيبه، وفي ناس لا الامر امتد كمان اعضاء مجلس اداره سابقين والناس كانت موضوع كبير قوي في نادي الاسماعيلي. واي لاعب بيستغل يعني اي حد بيستغل اسم النادي الاسماعيلي ويخش يقول انا فلان الفلاني كنت مرشح كذا او انا كنت عضو كذا او انا عملت حط بس كلمه الاسماعيلي اي جمله مفيده وابدا اشتغل على الموضوع دوت. كارثه فعلا. وتلاقيه بيكلمكم ده عندي. لا الامور كمان يعني ساءت لدرجه ان احنا ابتدينا نخسر علاقاتنا الشخصيه مع الناس بحكم حاجه زي كده. يعني الناس ابتدت تتخيل ان في ما بينك وما بينها مشكله كبيره وانك انت رافض ان هو انا مفيش مشكله خالص. احنا قلنا يا جماعه الوضع بسيط جدا، احنا النادي الاسماعيلي بنستهدف فلان، هنجيب فلان حتى لو سوري في اللفظ لو الشيطان نفسه وكيله احنا مالناش دعوه خالص، هنخلص اللاعب دوت نجيبه اللي احنا عايزينه، مالناش دعوه باي حد بعد كده. وده كلام يعني ضايق ناس كتير. بس انتوا ما تعاملتوش بقى مع اللي بيتصل بيقول لك انا وكيل فلان ولا وكيل فلان. انتوا عندكم نظره زي ما كان باشمهندس بيقول ان انا لما بيتعرض عليا حتى من مجلس اداره لا انا اللي انا شايفه او اللي انا حاطه تارجت ليا هروح اجيبه ماليش علاقه بقى. كان في بعض الامور اوقات كنا بنحتاج تقريب وجهات نظر. يعني بمعنى ان يكون في موضوع احنا بنخوض فيه بنشتغل فيه ويبدا الموضوع يبعد عننا شويه، تمام، بحكم مطالبات شويه ماديه تقيله او كده، فبنبدا يبدا يتواصل معانا اللاعب عن طريق مثلا وكيل سين يعني فيبدا يتكلم معانا الوكيل ويقول ان اللاعب طالب رقم كذا، فنقول والله احنا حاطين كذا، والله وافق امين خلاص، فيبدا يقرب وجهات النظر شويه بحيث ان احنا نبدا نوصل لرقم كويس. ده الميزه الجميله قوي اللي كانت في الموضوع يعني. لكن غير كده لا الموضوع بجد يعني كان متعب جدا جدا. انا على المستوى الشخصي خسرت ناس كتير قوي بسبب موضوع زي كده ومليش ذنب بصراحه يعني. والشيء بشيء يذكر يعني ان احنا في حته وكلاء اللعيبه تقريبا احنا ما طلعناش عمولات خالص السنه دي. لا ده الاسماعيلي مفيش ولا عمولات من النادي الاسماعيلي. ياخدوا من اللعيبه ياخدوا من اللعيبه ده شيء منتهي مالناش دعوه بيه. ده موضوع هو ما طلعناش ولا مليم عموله من النادي لوكيل لعيبه. بعكس الكوارث انت بتشوفها دلوقتي قضايا ان في ناس وكلاء دي كانت ميزه ان في لجنه بتختار، انتوا بتتحركوا على اللاعب مش في واحد بيجي يعرض اللاعب فبالتالي انا ليا عندكم نسبه. حتى لو فرضنا ان هو حتى لو قبلنا ان هو عرضه برضه وفقا لشروط النادي.
يعني وفقا والشروط للشروط بتقول ان والظروف ده مفيش نسبه بالظبط هتطلع. كده، بالظبط كده. فتيك ات اور ليف. الموضوع كله كان منتهي بالنسبه لي. طيب قبل ما نطلع فاصل بقى، عاوز اعرف ان يعني انت يا استاذ سمير قلت ان انت خسرت علاقات شخصيه بسبب القصه دي. طيب من ناحيه ثانيه بقى، الشغل في النادي الاسماعيلي الفتره الاخيره دي، مش انت تحديدا، انا هكلم باشمهندس فادي هو بيحب الاسئله بتاعتي. يا ريت الشغل في النادي الاسماعيلي كل ما اجي اسالك اكح. الشغل في النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت كان صعب، وكان عليه كلام كتير قوي، وكان اللي بيدخل يتواجد عشان اي حاجه لمصلحه النادي فعلا بيتقال عليه كلام كتير قوي. وان انا كون ان انا بقول ده انا داخل عشان انا بحب النادي، بقت اسطمبه مش كويسه، مش اسطمبه كويسه ان انا بتحرك حبا في النادي. فاهم ازاي؟ طيب على كل ده وعلى علاقاتكم اللي خسرتوها، تواجدتوا واشتغلتوا بشكل كبير جدا وانجزتوا حاجات كتير قوي. الا ايه بقى النتائج؟ ايه النتائج اللي انتوا شفتوها على المستوى الشخصي؟ مش عايز نتائج عمليه، النتائج العمليه احنا شفناها. ايه النتائج على المستوى الشخصي؟ اتهاجمتوا كتير قوي، اتقال عليكم كلام، اتقال عليكم حاجه ولا لا؟ قول لي كده ايه اللي حصل؟ مين ما قالش؟ مين ما قالش؟ مين ما قالش؟ لا الموضوع يعني فعلا انا مش هبالغ. الموضوع في اسماعيليه يعني يا تشتغل معايا يا اما تبقى عدوي. مش هبالغ اكتر من كده. الموضوع في اسماعيليه بالظبط زي ما انت قلت كده، بلد صغيره. الكلمه اللي بتتقال بتسمع بسرعه، فسهل قوي وكلهم بيعملوا كل الحاجات، فسهل قوي انت تنشر اشاعه. يعني سين دخل عنده مثلا 2000 فريند و2000 فولور، دخل كتب على الفيسبوك ان اللعيب الفلاني بكره في الزمالك. يا جماعه مفيش حاجه، يقوم عليك الجمهور كله. فانت تضطر ان انت تتحط تحت ضغط عصبي. انت مش يعني خلينا نكون واضحين، احنا ناس لسه بنبتدي، ما عندناش في جزئيه العمل العام الخبره الكافيه ان احنا مش مؤهلين ان احنا نشتغل تحت الضغط العصبي الغير عادي ده. ولكن انت بمنتهى البساطه ممكن واحد باشاعه، واشاعه مغرضه، خلينا نكون واضح جدا، يسخن الجمهور ضدك علشان تكون منتظر منك رد فعل معين. رد الفعل ده هيخدم مصالحه الشخصيه هو، علشان عليا وعلى اعدائي بقى، علشان مصلحته الشخصيه دي يا اما يتصيد في اسماعيليه، يتقال عليه بيحب النادي، يتقال عليه او بمعنى اصح ينفض الغبار عن شخصيته وعن الكلام اللي بيتقال عليه، يا اما حاجه مصلحه ماديه بحته. فيعني فهو بيرمي القنبله علشان هو مستني منك رد فعل معين علشان يهدي الجمهور. فانت قدامك حل من اتنين، يا اما انت ترضخ للابتزاز، وخليني اقول ابتزاز صريح كده وش الابتزاز، يا اما انت تقوم انت تعمل الصح بقى منهم يعني تعمل الصح يا تعمل الصح. فانتوا قررتوا ان انتوا تعملوا الحاجه الصح. وما كلمناش انا قلت في المقدمه انتوا كتير قوي اتقال عليكم كلام ما بتردوش ومش ظاهرين، ولغايه فتره كبيره من شغلكم شهرين ثلاثه مش معروف مين الاسامي اللي بتتحرك لغايه شهر 8 يعني لغايه اخر 7 اول 8 هو مش معروف مين الاسامي اللي بتتحرك. هو في لجنه فنيه ولا مش لجنه فنيه؟ اسمها لجنه تعاقدات ولا اسمها لجنه تسويق؟ بالظبط. كلام كتير ده كان واضح، انتوا ما كنتوش بترضوا تماما. لا ده في امور كمان مش هتوضح، ما ينفعش تبان يعني. في امور يعني هنعرفها في الفاصل. لا انا نكمل مع حضراتكم ونكمل مع كل عشاء درويش، لكن هنطلع لفاصل صغير جدا ونرجع. بعد ما نرجع هنتكلم عن اسم النادي الاسماعيلي اللي كان المفروض اول ما يتعرض على اي لاعب يجي فورا، ولا في صفقات وقفت عشان اسم النادي الاسماعيلي بقى ما بيتقدرش من لعيبه. بس بعد الفاصل. ده انا تعبان اساسا.
مستمرين مع حضراتكم. بينورنا في الاستوديو اعضاء لجنه التعاقدات النادي الاسماعيلي اللي مسؤولين عن تقريبا اسماء كتيره جدا من اللي موجوده في الفريق حاليا، دكتور محمد جمال والاستاذ سمير نصر والمهندس فادي صمويل. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. كنا بنتكلم في قبل الفاصل ان اسم النادي الاسماعيلي لما كان بيتعرض على اي لاعب كان فورا ما فيش فيه اي اعتراض، ما فيش فيه اي نقاش، لكن دلوقتي ارتبط باسم النادي الاسماعيلي شويه مشكلات ماديه بقت كمان في الفيفا، يعني مسمعه بره، ده اللي انا عايز اقصده، مش بس مسمعه في مصر، فاللعيبه بدات تقلق. فانتوا قلتوا لي ان في المقدمه ان في صفقات وقفت لما لقيتوا ان اللاعب اللي جاي مش مقدر قيمه النادي الاسماعيلي، فانتوا قررتوا فورا انت لو مين احنا مش هنجيبك، لان انت داخل تتعامل من منطلق النادي الاسماعيلي زي نادي زي اي نادي. انا عايز توضيح اكتر في الجزئيه دي. مين يقود هذه اتكلم. اتفضل. جزئيه ان اسم الاسماعيلي ما بقاش زي الاول، دي حقيقه لازم نبقى عارفين حاطينها من المسلمات. تمام. يعني احنا جمهور الاسماعيلي احنا بنحب فرقتنا قوي، فشايفينها احسن فرقه في الدنيا. ولكن في الوضع الحالي لا، الموضوع مختلف شويه. ليه؟ لان من 10 سنين فاتت كان الاهلي زمالك اسماعيلي وباقي انديه وسط، وبعد كده في انديه مؤخره. مع الغول الراسمالي اللي دخل زي انديه زي سموحه وانبي والانديه القويه جدا الراسماليه دي، بدات خريطه الكوره في مصر تختلف شويه. تمام. بقى في اهلي وزمالك عندهم راسماليات، عندهم ماديات قويه، وفي نفس الوقت عندهم جمهور. فدول خدوا نفسهم في حته. ثلاثه بقى ده نتكلم فيه. خدوا نفسهم في حته. وفي انديه راس ماليه قويه جدا بس ما عندهاش جمهور، زي انبي وزي سموحه وفي انديه او نادي واحد بس هو الاسماعيلي، هو الماديات فيه مشكله بس ما زال محافظ على رونقه ومحافظ على جمهوره وعلى اسمه. ففي حد بينافسنا احنا كتحديدا في مركز رقم 3؟ طبعا. بلا شك كل الانديه الراسماليه النهارده اللي معاها فلوس اللي تقدر تصرف بتنافس بعد اهلي وزمالك، بتنافس طبعا بلا شك. فده شيء، فده حاجه مفروغ منها. الحاجه الثانيه، سمعه الاسماعيلي السيئه ماديا، واعذروني في الكلمه دي، بدات تطلع بره مصر. فهتكلم عن موضوع يعني كتير يعني داس علينا فيه، اللي هو موضوع عبد العزيز يوسف لاعب اشانتي كوتوكو. عبد العزيز انا بتكلم معاه من حوالي شهر، اتكلمت معاه وتوصلت معاه لاتفاق مادي ومع نادي، كانوا هم طالبين $100,000. اتفقت معاهم ومع نائب الرئيس هناك ان احنا ال $100,000 دول هيتقسموا 70 و30. نائب الرئيس وافق واداني الاوكي. رئيس النادي رفض. ليه؟ علشان النادي الاسماعيلي سمعته الماليه في سامع كلام في غانا زي موضوع انطوي، زي موضوع جون انتوي. جون انتوي الصفقه الغريبه ماديا $250,000، دفع 100 في الاول وال150 التانيين وجدنا صعوبه بالغه ان احنا ندفعهم. صفقه البرنس اركو ما عرفنا حتى الان. تقصد غريبه في ان هي في صعوبه دفع قيمه الصفقه. لعيب في درجه ثانيه في غانا ب$4 مليون، حط 100 علامه تعجب. حتى ولاعب حاليا ممتاز. ولاعب النهارده ان دي قيمه مستواه، ولا انت برضه شايف ان هو ممكن قيمه مستواه تشتريه النهارده بالرقم ده من غانا، انما ما تشتريهوش ما تشتريهوش وهو لعيب بروميسنج جدا في نادي درجه ثانيه ب$4 مليون، بغض النظر عن النقطه دي. والدليل ان احنا بتكلم مع عبد العزيز يوسف لاعب اشانتي كوتوكو اكبر نادي في غانا، بتتكلم مع لعيب منتخب تشان اللي هو المحليين في $100,000. وده الدليل. اتكلمنا معاه على 70-30، هو رفض وطلب $100,000 كمان. وافقنا وقلنا اوكي. الحاج محمد قال لي انا هدوس في الرقم ده، ما تشيلش هم، اتفق معاهم اتفقنا على الرقم ده وخلصنا معاهم وبعت لهم الاوفر بتاعنا، وهم ردوا برد رسمي على الموافقه. اللعيب وصلنا معاه بعقد ما بيحصلش، يعني عايز هديك مثال. لعيب زي جودوين كان ماضي في النادي الاسماعيلي $300,000 في السنه، بالضرايب تتكلف $375,000. النهارده انا اتفقت مع عبد العزيز يوسف يمضي 5 سنين بدايه من $90,000 في السنه، 90 تصاعديه 10 كل سنه. فانت بتتكلم ان اجمالي الصفقه ممكن تبقى في 5 سنين. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ الولد مضى على الاوفر ده رسمي كتابه. بعد كده بدا ده عن طريق الفاكس. خليني اقول لك مضى باي ميل. الاعمال ينتمي للاسماعيليه. زق وكيل اعمال تاني صديق لي كلم اللعيب بطريقه غير مباشره ان الاسماعيلي فيه مشاكل وانا مش هجيبك الاسماعيلي. انت رحت تتكلم معايا، انت عايز تطلعني بره الصفقه، مش انا بوابه اسماعيليه، مش تخش اسماعيليه غير عن طريقي. فانا الراجل ده بيتكلم كده، الوكيل ده بيقول ان انا رايح انا هتخش اسماعيليه عن طريقي، مش هتخش اسماعيليه بره طريقي. فاللعيب بدا يكلم مشاكل ماديه في الاسماعيلي، والاسماعيلي عليه فلوس والفلان وفلان وفلان. بدا يقول له بقى يعني حاجات دواخل، يعتقد ان
اللعيبه لازم تطلع من جوه النادي. الانديه المنافسه ما يعرفوش الكلام ده. هي تطلع من جوه النادي. يعني اعتقد ان انت لو رحت نادي في حرس الحدود مثلا قلت له الاسماعيلي في مشاكل ماديه كام، مش يقول هيعرف لك في التفاصيل مشاكل دي. ماديه، بس مين عليه كام ومين دخل كام ومين مستحقاته كام، مش هيعرف. فهو الراجل ده قال لك ارقام، يعني الراجل ده عبد عنده معلومات العزيز من عبد العزيز جوه. قال لي ارقام، عبد العزيز قال لي ده فلان ما خدش ما شاء الله ده ما خدش عارف. فلوس. ما قالكش مجزر انت قال لك يا كده جماعة حصل طب فيه. خلونا نكون واقعيين شويه. طب ماشي خلاص، قلت له لا ما تشيلش هم، وانت هتاخد اول ما تيجي هتاخد في ايدك 25% من ال 90000 دولار، يعني حوالي 22000 دولار هتاخدهم في ايدك، واحنا هنجدول لك الباقي بالشهور، وانت هيبقى حقك ان انت تاخد فلوسك وانت عندك الفيفا. لو اوكي. بعد كده اللي حصل، علشان بس انا سمعت في برنامج كان مع كابتن كريم حسن شحاته، كان المهندس فرج عامر طلع قال ان احنا ما دخلناش في الصفقه وما زايدناش على الاسماعيلي. اللي حصل ان كان العرض اللي من اشانتي كوتوكو للنادي الاسماعيلي كان عرض مؤقت ملزم بوقت معين. الكلام ده مش حقيقي تماما، وانا معايا الموافقه من اشانتي كوتوكو ما فيش فيها عقود، والموافقه دي تعتبر بري كونتراكت، يعني عقد بدائي. وده اللي حاليا احنا ماشيين فيه. كلفنا المحامي نصر عزام ان هو يرفع قضيه على اشانتي كوتوكو ان هو باع لعيب بعد ما اداني بري كونتراكت، بعد ما اداني موافقه يعني. المهم، فهم سموحه عن طريق وكيل يتبع الوكيل اللي هو كلم. ما تقول لنا اسماء بقى. لا خليني بعيد عن الاسماء علشان بس انت عارف، عشان الناس تعرف ايه اللي بيحصل. ما هي الناس انتوا شغالين، الناس عندها من والدنيا بتقف. الناس عندها من الفطنه ما يكفي ان هي تعرف من الفتنه ما يكفي. طيب انا بس اللي مش عارف ماشي. بس فالوكيل ده راح عرض الرقم على سموحه. والامانه ان هو اتقال في وسائل الاعلام ان سموحه خلصته من كوتوكو ب 150000 دولار. الكلام ده مش حقيقي، هم خلصوه ب 100000 دولار، نفس القيمه بتاعتنا، نفس الرقم، نفس القيمه بتاعتنا. بس كان في بقى وكيل اعمال هياخد. انا هقول لك، احنا شخصيا احنا كنا مخلصين ده، احنا اللي طلعنا له تاشيره. احنا طالعين تاشيره، احنا مخلصين كل حاجه. التاشيره خدت حوالي 10 ايام، لان كان في الوقت ده كان في اجازه العيد. فهي طولت علشان كده. الولد بعد ما خد التاشيره قفل تليفوناته، ده الوضع اللي حصل. والولد جاله عقد بعد ما كان 5 سنين ب 90000 دولار يخلص على 130000 دولار، راح 3 سنين ب 200000 دولار في السنه. فرقم مرعب، اي حد لازم يوافق طبعا. فلقيناه في سموحه وبمضى ب 200000 دولار. والدليل يعني اعتقد ان الكلام واضح جدا وعارف واحنا فاهمين. انا هسألك سؤال باختصار شديد. انا عجبني ان انت منظم جدا وكلامك واضح ومحدد وبالادله. ده حصل زيه كتير لما بدانا نعلن ان احنا بنتفاوض مع فلان فلاقي الناس على طول بتجري. للاسف دي غلطه من عندنا احنا، ودي انا. طب انتوا ما لمستهاش مره؟ ما انا هقول لك حاجه، هي غلطه مش للاسف، هي غلطه طالعه من عندنا احنا، وانا بتكلم عن عندنا احنا هو النادي الاسماعيلي. النادي مش انتوا كدلال. احنا للاسف مش هي النقطه مش عندنا، مش من عندنا. احنا فينا الموضوع فينا اجمالا على خلاص ان في خبر اتسرب فتلاقي الناس كلها لفت زي ما انت قلت بقى، مش هتخش عن طريقي. للاسف ده حصل، ده انتوا لمسينه وده كان سبب من الاسباب. قبل 1/8 يا استاذ احمد كنا انجزنا تقريبا 80% من الاسماء الموجوده، محدش كان عنها اي حاجه. اول بدانا ننشر، يعني انا كنت انزل بالليل اشوف صوره، ويمكن انا قلتها للباشمهندس حسين ابو سعود، اسمك بقى مرتبط بكل ما يبقى فيه صفقه بتاخد صورتك ينزل مع اللاعب تاني ولا لاعب طلب بالاسم. الكابتن خالد بهيم طلب ان عضو مجلس اداره يكون موجود بينسق الموضوع بالنسبه لي، فكان اختار الاستاذ حسين. قصه الصور اللي بتتسرب دي قصه الخبر اللي بيطلع النهارده بالليل، فبكره الصبح الاقي اللاعب ده في حته ثانيه. لا او جاست ان انا عشان احنا بنعاني في الموضوع ده من سنوات، مش دلوقتي بس. احنا في تعاقداتنا لو تفتكر كان كل صور التعاقدات انا على حاجه واحده بس، جهاز واحد بس، وما طلعتش من الجهاز ده، وكان ممنوع اي حد يصور غير الجهاز ده. وفي وقت التعاقد اعلناها كلها. ده اللي مشيت. في عدد كتير من الصفقات، في عدد كتير من الصفقات على فكره اللعيبه مضت ووقعت وما كملتش بسبب ان بس النادي الاسماعيلي ما قدرش على المقابل المادي لانديتها، او فاحنا طبعا احتراما للعيبه واحتراما للنادي الاسماعيلي طبعا نفسه وخلاص قفلنا الموضوع. طيب الاسس والمعايير في اختيار الصفقات، انتوا وصلتوا 13 لاعب تقريبا، رقم يخض يعني، رقم كبير ان انتوا تتعاملوا في فتره من 4 شهور تقريبا. يمكن في صور هي دي من على الجهاز اللي انتوا قلتوا عليه ولا جهاز تاني؟ هي دي 13 لاعب في 4 شهور، ده رقم كبير، ده مجهود انتوا عملتوه، مجهود هايل. قياسا بحجم العجز اللي كان موجود السنه اللي فاتت يعتبر مش انجاز. لا مش اقصد بحجم العجز، اقصد بعدد اللاعبين في فتره 4 شهور. اللي لا بصرف النظر هم بيلعبوا فين واحنا غطينا ولا مش غطينا. انتوا ده اللي انت ده التارجت اللي انت كنت عاوزه، تغطي المراكز دي. بس انا بتكلم في العدد مع الوقت، ده انجاز، ده رقم كبير في وقت قليل. هو بس هو شغل اللجنه ابتدى يوضح قدام الناس تقريبا في شهر 6 اللي فات، يعني تقريبا من 3 شهور، لكن هو عملها كان من شهر 4. وكان في ملفات لما قعدنا مع كابتن خالد بيومي كنا شبه حاسمينها في المواضيع، يعني كانت في ملفات بالنسبه لنا، كانت في خيارات متاحه كتير وابتدينا نشتغل عليها الحمد لله. ربنا كرمنا في الاول برضو، اشتغلنا على 4-5 اسماء ركزنا عليهم انجزناهم، وبعد كده ابتدينا نتكلم في باقي الملفات. فانا شايف ان 4-5 شهور وقت كافي قوي لحسم الملفات ديت، يعني خصوصا ان في ناس الحمد لله، يعني كل من هو متواجد في النادي الاسماعيلي دلوقتي كان شرط اول
ان هو راغب فعلا ان هو يتواجد في النادي الاسماعيلي. انا مش عايز اقول لك ان في لاعب من اللعيبه اللي كان موجوده مثلا اختلفنا مع الايجنت بتاعه، احنا ما كناش نعرفه، احنا فوجئنا بيه وهو قاعد مع العميد محمد ابو السعود، وفوجئنا ان هو عايز يفرض شروطه. انا مش عايز اقول لك ان احنا عملنا مشكله كبيره ومشينا يعني. ان ده دخل من وراك؟ لا مش داخل من ورانا، لا لا خالص. كان عايز يفرض شروطه، كان عايز يفرض شروطه. فقلنا لا احنا النادي الاسماعيلي شروطنا 1 2 3 4، بنراعي اللاعب بشكل كويس جدا، والشروط بس ده بتبقى موضوع سيستم مطبق على كل الناس. منصفه للتمرين بالظبط كده. كان احنا بنتكلم النهارده احنا ما بدكش حاجه من جيبي او حاجه من جيب، لا انا بديك حاجه النهارده من النادي الاسماعيلي نفسه. تمام. وفعلا اللاعب نفسه اللي كان عارف اللي هو ايه، هو اللي حرك الدنيا، وهو لا انا هلعب في الاسماعيلي فده لاعب اللي هو تمسك فيه بايدك وسنانك فعلا، ده يتقدر بشكل كويس جدا، ما تخافش منه كمان يعني، يجي عنده الحافز نفسه كبير جدا عنده، فيبدا يشتغل عندك بشكل كويس جدا. طيب في خبر نازل على احد المواقع بان الاسماعيلي بيطالب 4 لاعبين برد المبالغ اللي حصلوا عليها كمقدم تعاقد. اللاعبين دول هم احمد اشرف لاعب النصر 50000 جنيه، هشام شحاته لاعب بترول الاسيوط 50000 جنيه، محمود البدري الانتاج الحربي 30000 جنيه، واحمد سامي مدافع تليفونات بني سويف 30000 جنيه، يعني المبلغ تقريبا حوالي 160000 جنيه. التعاقد مع اللاعبين ودفع مقدمات، انتوا بتتعاملوا ان احنا خلاص الموضوع خلص. ازاي اصحى الصبح الاقي اللاعب ده ماضي في مكان تاني؟ وازاي الفلوس دي ما تجيش؟ وليه اوصل لغايه دلوقتي ان انا لسه بطالب ويمكن ارفع قضيه ويمكن اشتكي في 160000 جنيه؟ انا عايز اعرف حقيقه اللغط ده كان عن ايه باشمهندس. بص، هو الموضوع مش بالظبط زي ما انت قلت. هو الدليل ان 3 اسماء من ال4 رجعوا فلوسهم. طيب كويس. احمد اشرف رجع فلوسه، احمد سامي رجع فلوسه، هشام شحاته الفلوس رجعت. الوحيد اللي الفلوس لسه ما رجعتش محمود البدري، ولان لغايه دلوقتي احنا بنحاول مع النادي بتاعه انه يجي اصلا، ان هو يجي. بس هو النادي بيحاول في الفلوس، بيحاول ان هو يجي. لا مفيش مشكله زي الفلوس، مفيش مشكله في الفلوس. هو احنا بنحاول مع النادي بتاعه ان هو طيب احنا قصه نخلصه. الفلوس دي جت ازاي؟ ان انتوا بتتعاقدوا خلاص وبياخد مقدم تمام، بنصحى تاني يوم نلاقيه هو ماضي في حته ثانيه، او نلاقي في حد لف عليه من مكان تاني، صح؟ لا هي مش برضه مش كده، مش بالظبط. ازاي حصل؟ لا يعني هنتكلم على كيسز معينه ولا جنرال يعني الاربعه دول تحديدا او از جنرال القصه دي اللي بتحصل؟ اللعبه دي مرتبطه بانديه، اللعبه دي مرتبطه بانديه تمام. ما عدا احمد اشرف. لو هنتكلم على واحد مثلا زي مين، زي احمد سامي او محمود البدري، الاثنين دول مرتبطين بانديتهم، معاهم عقود ساريه مع انديتهم. احنا النهارده اتكلمنا مع اللعيب، موافق تيجي تلعب في الاسماعيلي؟ موافق، عايز العب في الاسماعيلي. طيب احنا يعني هنضمنك دلوقتي وخد مقدم عقد. مقدم العقد ده بيبقى على فكره دي كلها شيكات مسطره، يعني مش هتتصرف الا بالموافقه. ولما هنخلص مع ناديك يبقى احنا خلصنا معاك. تمام. احنا خلصنا معاه والنادي بتاعه غالى في المقابل المادي، ما قدرناش على المقابل المادي، حصلت عراقيل ايا كان، فاحنا ما قدرناش نخلصه. في كيس تانية زي كيس هشام شحاته احنا خلصنا معاه، ولكن كانت الصفقه المعروضه على النادي الاسماعيلي اللي هي 3 لعيبه مع بعض، تيك ات اور ليف ات. كان هشام شحاته وباك رايت اسمه كريم مصطفى، وكان مهاجم اسمه مصطفى عبد الفتاح. كانت الصفقه ثلاثيه، يا جماعه احنا عاوزين واحد بس، لا تيك ات اور ليف ات. فاحنا وقتها كان في مقدم 300000 تقريبا لهشام شحاته لوحده. لا 300000 لا خالص. قيمه الصفقه، قيمه الصفقه اجمالا قيمه صفقته هو ثمن هو من نادي في 300000 جنيه. فهو كان احنا وصلنا في الاخر ان احنا عاوزين نخلصه مع نادي، ودفعنا فعلا فلوس، ولكن نادي سموحه راح بعت وفد رسمي، راح سافر اسيوط ودفع فلوس، يعني دفع زياده 50000 جنيه وخد الاستغناء بتاع اللعيبه ومشي معاه، رغم ان احنا دافعين فلوس الاول. انا عايز اتكلم في الجزئيه دي. ده قانونا الضرر عند مين؟ قانونا اخد حق من مين؟ سيبك من ان اللاعب ما جاش. بص خليني اكون واقعي معاك، في قدامك 2 اوبشنز. الاختيار الاولاني ان انت تروح تشتكي، ونادي بترول اسيوط ده نادي مش نادي مملوك لحد، ده نادي تبع شركه. فالدخول علشان تدخل فلوس وتطلع فلوس فيها في بروسيس طويله قوي بتلف حواليها، فممكن تاخد وقت كتير. واحنا في الوقت ده احنا زي ما قلت لك الموارد بتاعتنا قليله قوي. ال 300000 جنيه دي ممكن نعمل شكوى في الاتحاد المصري ونستنى ونشوف مين ليه حق، بس ممكن الموضوع ده ياخد سنه، واحنا 300000 جنيه دي في اشد الحاجه ليه. فكان قدامنا حل من اتنين، يا اما ندور على حقنا ونتمسك بيه بشده، وده للامانه بيننا احنا الثلاثه كنا مختلفين. في حد مش هقول لك مين كان موافق ومين كان رافض. في ناس مننا كانت قالت لا نتمسك بحقنا، ودي احنا حقنا وهنتمسك بيه، ان اللاعب يكون موجود ونرفع شكوى ونستنى وناخد حقنا وكده. وفي حل تاني ان احنا يا جماعه لا، طب ما حل عملي فلوس اول ناخد الفلوس وندور على غيره، هو مش اول ولا اخر لعيب في المركز بتاعه. توصلنا ان كانت كل حاجه كنا بنعملها كانت بالاغلبيه، ما فيش حد كان بينفرد بالقرار. الاغلبيه بتاعتنا قالت لا ناخد الفلوس وندور على بديل، وفعلا بديل جبنا 3 في المكان بتاعه. فهي كانت الدنيا ماشيه كده. فهي لو كنا نتمسك بحقنا كان لينا حق وهنتمسك بيه، ممكن كان ناخد حقنا بعد فتره. ولكن فالاوقع ان انا اخد فلوسي. هي مش الاوقع، هو ممكن الانسب للظروف. للانسب للظروف. زمان كان الاهلي هو يعني الاسماعيلي كان يطلع منه لعيبه تروح الاهلي، دلوقتي بقى شويه كان الزمالك قريب، وبعدين بقى سموحه. ايه بقى؟ المارد الراسمالي. المارد الراسمالي ده سوق بس لما بقى متفق واروح ازايد على لاعب بره وادفع فلوس بزياده بره لدوله ثانيه،
عدينا مرحله السوق. ما هي دي الاتكس، دي الاخلاق. يعني عارف، انت بتزايد على نادي مصري وبتدفع فلوس بتخلي لاعب اجنبي ودوله اجنبيه ونادي اجنبي يستفيدوا بس عشان الاسماعيلي ما ياخدش لا ده كده ده حضرتك على موقف حصل في موضوع هشام شحاته، بعيدا كمان عن اللاعب. على فكره اللاعب ما كانش متمسك بالاسماعيلي، وعشان كده برضو خيار اللي هو حل الموضوع وخلاص وننتهي من القصه، لان ما كانش متمسك فاوريدي مش فارقة. خلاص بالنسبه لك خلاص انت مش هتدور على لاعب مش متمسك بيه، هو دور على المقابل المادي. رد في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي، الحاج محمد ابو سعود كان تواصل تليفونيا مع الحاج فرج عامر، وكان قال له ان الموضوع كذا 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 كذا، وان احنا خلاص خلصنا مع الولد والامور كذا، فوعدوا بحل الموضوع وقال له خلاص طالما الاسماعيلي دخل في الموضوع انتهى. الحاج فرج كانه ما سمعش اي حاجه خالص، الموضوع انتهى بالنسبه له. لا وبعد كده راح استمر في الوضع دوت، ما اعرفش اذا كان الحاج فرج نفسه او حد تابع ليه، لان واضح كده ان في الدنيا هناك بتدور عن طريق مكتب كده، فالدنيا مش مظبوطه، لان حتى يعني في التواصل معاهم فوجئت الناس غريبه هي اللي بترد وهي اللي بتتعامل وهي اللي بتنفي وهي اللي بتاكد، والراجل ما عندوش خلفيه خالص عن المواضيع يعني. لكن في صف كده ممكن يكون قدامه، لكن صراحه الامور وصلت في يوم لصدام غريب يعني، والجماهير بقت متحفزه بشكل كبير جدا، وحذرناهم كذا مره، قلنا لهم يا جماعه خلي بالكم الوضع دوت الجماهير نفسها بدات بقى بالظبط يعني. وفي كمان موقف كمان انا حابب اتكلم عليه. اتفضل. في لاعب اسمه فادي نجاح، كنت لسه هقول لك حاجه، كان قريب جدا من النادي بلا شك. اللعيب ده بالامانه هو كان ماضي في سموحه قبل الاسماعيلي بكتير، وهو مضى، وهو لا كان خلص، خد يعني هو كان فري ترانسفير، هو مخلص نفسه من بتروجيت وحاليا لعيب فري، مضى في سموحه. الكابتن حماده صدقي المدير الفني لنادي سموحه رفض اللاعب، والمعلومات دي انا مؤكده بالنسبه لي، حتى لو اللاعب طلع نفى الكلام ده انا متاكد منه زي ما انا قاعد قصادك كده. رفض اللاعب وقال انا عندي 4 مساكين، اقل واحد في الاربعه اعلى منه. الكلام ده انا متاكد منه. اللاعب كان عقد ماضي هناك بمليون جنيه، وقالوا له خلاص احنا مش عاوزينك. اللاعب ده بدا يتكلم معانا، واحنا اتكلمنا معاه بالامانه، مش علشان هو الخيار رقم 1 والخيار رقم 2، لكن هو كان لاعب فري وعلى قد فلوسنا، وفي الحته دي هينفعنا. وقتها كان مزكى جدا من كابتن اشرف كده، الجهاز الفني كان موافق عليه جدا، فاحنا خلاص اوكي هنخلص في اللعيب ده. كابتن عصام الحضري توسط في الموضوع وكلم اللاعب وقال له تيجي، واتفقنا على كل حاجه. ويومها انا رحت النادي، كنت انا ومحمد جمال في العربيه، رحت النادي خدت تيشرت اصفر عشان نروح نتصور فيه، وجهزنا مقدم العقد، وربنا عالم المقدم ده اتجهز ازاي. الحاج كان في الامارات ولم الفلوس من كذا حد علشان الفلوس تبقى موجوده 25%. واللعيب مدي الاوكي ان احنا رايحين نمضي معاه الساعه 11 بالليل في مكتب الحاج، وانا على الطريق عند المستقبل عصام الحضري قال ان اللاعب بيقول اجل الموضوع اجل بكره، لان انا لسه في سموحه هناك بحاول اخد عقودي علشان ما ابقاش ماضي في ناديين ويحصل لي مشكله. رجعت واحنا قاعدين مع بعض، اول ما وصلت اسماعيليه قعدنا في كافيه كده مع بعض انا ومحمد، بفتح الفيسبوك بتاعي لقيت صورته وهو متصور بسموحه، واللعيب معلن ان انا انتقلت نادي سموحه. ده كان يوم سبت، كان اليوم ده تقريبا كان يومها ضيفي في الاستوديو المهندس حسين ابو سعود بالظبط، وقال لي ان انا 11:30 هطلع لك مفاجاه وهقول لك ان فادي نجاح هيبقى معانا عن الاسماعيلي بالظبط. ايه اللي حصل عرفنا بقى اللي ده اللي حصل بالظبط. فاللعيبه بالامانه يعني اللي هو كمان كان متاكد ان واحنا في الهوا فادي نجاح هيكون في احنا مسافرين في الطريق، فانت كده وضحت بالظبط. فالموضوع ماشي ان لا، في لعيبه بتبقى نفسها تيجي الاسماعيلي، في لعيبه الاسماعيلي بالنسبه لها خيار لو الخيار المادي ما كانش متاح، وفي لعيبه بتستخدم اسم الاسماعيلي ان هي تعلي القيمه بتاعتها. ده كتير بقى، ده مش لعيبه بس، ده لعيبه ووكلاء في مصر. فادي راح يساوم سموحه. انا يعني انت راح لي تطلب عقودك، يعني انت راح لي تطلب عقود، مش حجه يعني، مش حجه نهائي. وانا لسه ما طلعتش من اسكندريه اصلا، مستني المهندس فرج عامر. طب بكره طب خليها بكره، هو راح يقول لهم ان انا الناس جاي الاسماعيلي، الحقوني انا جاي الاسماعيلي، او هاتوا عقودي انا همضي في الاسماعيلي، هاتوا عقودي ايه، لا امضي، لا خلاص فعل العقد. يعني ده موقف من المواقف ان الناس بتساوم باسم الاسماعيلي. بس يعني راي شخصي، يعني الحمد لله ان اللعيب ده لعيب بالاخلاقيات دي انه ما جاش النادي الاسماعيلي، ما نتمناش ان لاعب بالاخلاقيات دي يكون موجود جوه النادي. طيب من ضمن الاسماء اللي عايزين نطرحها عمرو عثمان تقريبا من الصفقات اللي تم الاعلان عنها في البدايات، وان بقى لعيب كويس وهيبقى مستواه كويس وبتاع، ومره واحده عمرو عثمان طلع جديد. كلمني بقى، اسمع صوتك. كلم مثلا. مشكله التجنيد، اللاعب بعد ما خلصنا فعلنا عقد معاه وخلص فصلنا مع النادي عشان نخلص الموضوع، فوجئنا في الاخر ان اللاعب ما اداش الخدمه العسكريه، هو مش مطلوب لا ده هو ما راحش التجنيد اساسا، فدي كانت مشكله كبيره وعقبه كبيره يعني. حاولنا نتدخل، لكن الموضوع طبعا انت عارف التجنيد في مصر ما عندوش كبير خالص، مفيش حد يدخل. محدش يدخل فيه. فالموضوع كله كان اللاعب عشان خاطر يقدر يكمل فكان لازم يبقى زي سريه رياضيه او كده، ويبدا يشتغل مع نادي الجيش. فهو الراجل يعني الموضوع خارج عن ارادتنا وارادته بصراحه، يعني الموضوع ملوش علاقه. باختصار هي دي القصه. طيب عبد الحميد ابو حبيب، اخبار كتيره، الفلسطيني هيجي مش هيجي، تاشيره جت تاشيره ما جاتش، ده بكره في الاسماعيلي، والناس بقى شغاله على الفيسبوك عايشه على القصه دي. عبد الحميد انا كنت بتواصل معاه بصفه شخصيه، ممثلا عن لجنه التعاقدات والنادي الاسماعيلي، واللاعب كان مرحب جدا ويجي النادي الاسماعيلي وتنازع عن كتير عنده،
هو اللاعب كان ماضي عقد مبدئي عشان يلحق يتأيد في ناديه، وكان متفق معاهم مديهم، او النادي بتاعه مديله ديل اللي هو مقابل بس ان هو يمضي عشان يضمنوه في ايديهم. قالوا لنا لو جالك عرض كويس ومنطقه كويسه تبدا تروح، مفيش مشكله خالص. فاللاعب بعد ما خلص وجاله العرض وتاخرنا شويه في موضوع التاشيره، انت عارف الازمه السياسيه الموجوده دلوقتي، فلما وصلت وبتاع كده كانت في احتجاجات جماهيريه هناك، انتقال اللاعب. هو فتى مدلل هناك شويه، هو لاعب صنع العاب عبقري يعني. فالولد الجماهير مش عايزاه يمشي. الجماهير ضغط على اداره النادي هناك، اللي عرفته دوت اخر حاجه يعني. واللاعب ما قدرش يجي النادي الاسماعيلي، مش هيبقى موجود خلاص. هو كان خاب بالنسبه لنا، كان هيبقى كويس جدا، كان هيبقى مفاجاه لناس كتير قوي يعني، لكن الحمد لله. طيب في مستر ريكاردو متمسك بصانع العاب برازيلي كان بيلعب في الدوري الياباني ومفروض يجي مصر. رفع عننا الحرج امبارح الراجل، وقال انتوا قايمين بكيس كامله من بدري، ومتهيألي انتوا تكملوا الموضوع بشكل كويس لحد الاخر. لا انا شايف لو عندكم خيارات افضل. احنا شفنا طبعا الراجل البرازيلي مفيش مشكله خالص، والراجل قال الخيار قدام منكم اهوت، هو في خيارات ممكن افضل يجي مصر الراجل اللي بيتكلم عنه. مفيش مشكله خالص، ان الراجل كان جاهز، احنا هو بعتناه عالي وبيلعب في الدوري الياباني، ايه اللي هيخليه يجي بفلوسه اقل؟ لا ما هو احتراف. بالظبط. في حاجه تانية برضو، في حاجه تانية. عارف انت اللي كلمه هيد كوتش برازيلي في ضحكه هنا عايز اجيبها، بس قول لي بس. الهيد كوتش البرازيلي الراجل وفر علينا كتير صراحه يعني، اقنعوا الراجل وكلام زي كده لكن اجمالا برضو في الموضوع احنا كنا شايفين ان في خيارات كانت تبقى انسب بالنسبه له، لكن الراجل تحمل المسؤوليه وقال انا محتاج اللاعب دوت. تمام. بعدين الراجل جه لما قعد معانا، فكان لازم حد فينا يقنع الثاني. تمام. فاحنا افتراضيا كنا موافقين على الكلام اللي هيقوله مستر ريكاردو، ان الراجل اللي هيتسال في الاول وفي الاخر. تمام. فالراجل رفع علينا الحرج وقال انتوا شايلين الموضوع من الاول خالص، وانا واثق فيكم جدا تقدروا تتعاملوا. بتضحك ليه بقى؟ في حاجه ما لهاش عايز تقولها؟ اليابان بتضحك. اليابان بتضحك. رقم 5. انتوا نورتوني. الحلقه دي كانت عايزه 4 ساعات يعني، هتيجوا تاني ونتكلم تاني. انا معايا دقيقتين، انا عايز كل واحد فيكم يوجه رساله لاي حد هو عايز يقولها له، مش هقول لكم بقى للجمهور، لمجلس اداره، للنادي. دكتور محمد عايز توجه رساله لمين وتقول له ايه؟ انا هوجه رساله لجمهور الاسماعيليه، اقول لهم احنا ناس من الجمهور، ناس منكم، تعبنا وعيطنا وسافرنا ورا الفريق واتبهدلنا كتير، سيبك بقى من شغل ان احنا دكاتره ومهندسين والكلام ده. حب الاسماعيلي ما فيهوش بقى دكتور ومهندس والكلام ده، فاحنا ناس منكم، احنا ماشيين في اتجاه، ممكن نخطأ في حاجات، ممكن ربنا يوفقنا اللي احنا نتمناه، فاحنا مش ابطال، احنا زي ما قلت احنا ناس من الجماهير اتحملت مسؤوليه ممكن تكون يعني بدري عليها اكبر منها شويه، بس ان شاء الله احنا قادرين بمجهودنا وبتعاوننا مع مجلس الاداره ان احنا نكون قدها. فربنا يكرمنا ندعم الفريق السنه دي، الفريق محتاجنا بجد نقف جنبه. في خطوات كتير اتنجزت، في خطوات لسه ما اتنجزتش، بس اللي احنا عملناه في حد ذاته شيء كويس. طيب استاذ سمير. اوكي. انا شايف بس رساله، بس كلمتين يعني. انا شايف ان احنا لا بوجه للكل، والحمد لله احنا راعينا ربنا قوي في النادي السنه دي الحمد لله، وقدرنا نعمل حاجه كويسه من وجهه نظر الشخصيه وفقا للمتاح. من وجهه نظرك وفقا للمتاح، او وجهه نظر اللجنه اللي تم تكليفها بالظبط وفقا يعني للمتاح. دي جمله لازم بالظبط بالظبط. لازم الناس تراعي كويس قوي الظروف اللي احنا فيها، لكن تم الشغل السنه دي، ودي باكد عليها وبحط تحت منها 100 سطر. يا جماعه اللي تم السنه دي بورقه وقلم، ما تمش ارتجالي. استحاله يكون في ال 12 سنه اللي فاتوا حد قعد ايا مكان اسمه حد قعد واشتغل وقال انا عندي مشكله في الشمال 1 2 3، عندي مشكله في اليمين. لا احنا السنه دي تلافينا الكلام ده يمين، ولو ده ما جاش يمين تلافينا. لا وقسمناها ليفلز وفقا لمعطيات النادي، وتلافينا قصه مهمه جدا، قصه العقود. ما فيش حاجه اسمها عقد سنه وسنتين، لا عندنا 4 5 سنين. ما فيش شروط جزائيه على النادي، ما فيش قيمه تعادل وبالغ فيها، لا العقود كلها 300,000 اللي حصل ده. فدي ارقام، فاحنا راعينا ربنا فعلا في النادي، والله ربنا اللي عالم، قد نصيب وقد نخطئ، ونسال ربنا ان شاء الله باذن رب ان يوفق النادي بس، والناس تفرح تاني بعد 12 سنه. باشمهندس فادي عايز تقول ايه والمين؟ رساله من لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني جمهور اسماعيليه، انتوا صبرتوا كتير، بقالنا 12 سنه ما بنفرحش. ما تستعجلوش على الفرقه دي. الفرقه دي جايه من لعيبه صغيره ولعيبه من فيها جزء كتير درجه تانية. الفرقه دي ابقى كداب لو قلت لكم السنه الجايه هتبقى في بطوله مضمونه، لا الفرقه دي هتنافس وهتعمل شكل كويس، هترجع كره الاسماعيلي تاني. ادعموا الفرقه دي وقفوا في ظهرها، علشان الفرقه دي ان شاء الله هتبقى هي النوايا اللي هتعمل حاجه كويسه للنادي الاسماعيلي في الفتره الجايه. الجزء الثاني العميد محمد ابو سعود، الراجل ده انا كنت انا ومحمد جمال بيتقال علينا ان احنا جبهه المعارضه دي في الاول. النهارده في ناس كتير بتقول ان احنا شربنا شاي بالياسمين، لكن الواقع مش كده. الراجل ده بامانه انا عن قرب، الراجل ده لو قفل تليفونه في يوم النادي الاسماعيلي هيتشل حركته مده يوم. الراجل ده بيطلع من جيبه وبياخد من فلوس عياله علشان يمشي النادي الاسماعيلي وعشان يفرح جمهور اسماعيليه.
الراجل ده يعني انا شايف ان جمهور اسماعيليه يدعمه شويه، والراجل ده وهنشوف ثمار الشغل ده في الفتره الجايه. مش تالت. الحاجه الثالثه اللعيبه، اتمنى ان انتوا تبقوا على قد المسؤوليه وتبقوا على قد اسم النادي الاسماعيلي، النادي الكبير، النادي اول نادي في افريقيا، اول نادي في العرب حقق بطوله افريقيا. اتمنى ان انتوا تكونوا على قدر المسؤوليه، والنادي الاسماعيلي اسم تقيل قوي وفانيلته تقيله، لكن انا واثق فيكم ان انتوا لعيبه رجاله ولاعيبه تقدروا تشيلوا اسم النادي الاسماعيلي. طيب بشكركم. انا عندي بس سؤال صغير جدا اجابته بقى ولا لا. انتوا دوركم انتهى بتسليم لجنه فنيه موجوده حاليا، ولا انتوا دوركم كلجنه تعاقدات لسه مستمر؟ المهمه بالنسبه للجنه الفنيه الموجوده، الناس طبعا الافاضل وكباتننا طبعا الكبار المفروض طبعا هيقيموا الشغل اللي احنا عملناه، وهو دور تكميلي بالنسبه لنا مش دور. لكن انتم مكملين؟ لا احنا مكملين لان احنا عندنا ملفات ثانيه مهمه. احنا لجنه تسويق في الاساس، تمام، المفروض نشتغل او بنحاول نطلع اسم النادي اللي بقى تحت الصفر الفتره اللي فاتت، وبنشتغل في ظروف صعبه جدا. وقت خلص، عايز تقول حاجه؟ انا عايز بس طالما ذكرنا شخصيات برضو هشكر شخصيه بدون ما اقول يعني دورها ايه، الباشمهندس نصر ابو السعود، بقدم له الف شكر. بشكركم جدا، نورتوني، وللحديث بقيه. شئنا ما بين الثلاث اسماء الموجودين معانا النهارده دول هيرتبط اسمهم بنتيجه النادي الاسماعيلي، بنتيجه الفرقه الموسم ده والموسم اللي بعدين، ان دي عقود مكمله لسنتين او 3 او 4 قدام. نتمنى التوفيق لكل الناس، نتمنى التوفيق للنادي الاسماعيلي. النادي الاجتماعي بدا يبقى فيه شغل بجد، ربنا يسهل ويكمل قريب قوي على خير. الملاعب شايفينها خلاص بتتجهز اهي. بشكر كل فريق العمل، وبشكر الاستاذ احمد امين، وببارك له ربنا رزقه بيحيى وربنا يقوم بالسلامه يا رب. وشكرا لحضراتكم، واستنونا السبت الجاي 11 مساء. تصبحوا على خير.